عملت أشعة وطلع عندك قطع في الغضروف وقطع في الرباط الصليبي، هتعمل العملية؟ لا، استنى شوية، مش كل الحالات بتعمل العملية، وكمان الدراسات القديمة اختلفت دلوقتي، بقينا العملية بنأجلها شوية لأن الرباط الصليبي بيبدأ إن هو يستشفى. كنا زمان بنقول إن هو مش بيستشفى وخلاص، طالما اتقطع لازم عملية، بس الحمد لله اكتشفنا إن هو بيبدأ يتبنى وبيستشفى من أول وجديد. وعندنا الحمد لله في المركز حالات ما عملتش العملية ولعبت كورة ووصلت لنوادي، والحمد لله دي أمثلة من الحالات دي. ده كابتن زياد سامي، كان طبعا بيعاني من قطع في الغضروف وقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وبدأنا ان احنا نعمل الأساليب العلاجية، التمارين العلاجية. ده يعني جزء مبسط من اللي عملناه في الجلسة. الموضوع طبعا استغرق معانا كذا شهر، والحمد لله وبفضل الله بدأ ان هو يرجع لمستواه قبل ما ينزل الملعب او قبل ما يلعب. كنا عرضناه لكل الضغوطات اللي ممكن تقابله في الملعب، والحمد لله قدر ان هو يمضي مع نادي الرواد في الشرقية. وانتظركم تنورونا في مركزكم قبل ما يكون مركزنا، وألف سلام عليكم.